السلام عليكم. كلمتين باختصار. كلمتين بتوع النهاردة: المتزوجين فقط، أو اللي عندهم أولاد فقط، أو اللي عايزين يبقى عندهم أولاد فقط، أو للي هيبقى إن شاء الله عندهم أولاد فقط. لو أنت عايز ولادك يبقوا كويسين وتشوفهم ويقروا عينك وتبقى حاجة كويسة وجميلة، شوف أنت أولادك دول أنت بتحبهم قد إيه، ونفسك تعمل لهم إيه في الدنيا، وانت بتخاف عليهم وبتحبهم قد ايه من اول ما بيتولدوا وتشوفهم لسه كده لحمة حمرا زي ما بيقولوا، لسه مولود، لحد ما يكبر قدامك. كل مدى وكل يوم وكل دقيقة بتعدي عليك وانت شايفه قدامك بيبقى نفسك تعمل له ايه، وبتحبه قد ايه، وبتتمنى له انه يبقى اسعد بني ادم في الدنيا، وبتتمنى له انه هو يبقى احسن حد في الدنيا، حتى احسن منك. وممكن تبخل على نفسك وعلى الدنيا كلها عشانه، ممكن تعمل اي حاجة في الدنيا عشانه، تستحمل اي حاجة في الدنيا عشانه. طبعا الكلام ليك او ليكي، يعني ايا كان. آه حاجات كتيرة قوي ممكن تبقى انت قبل ما تخلف تبقى شايف الموضوع عادي، يعني لما تخلف هتفهم وهتعرف ان الكلام ده مش اي حد بيحس بيه ولا بيفهمه. طيب، بنقول الكلام ده ليه؟ هقول لك عشان زي ما انت كده بالظبط مع ولادك، بتحب ولادك ونفسك تعمل لهم الدنيا كلها، وبتتعب عشانهم وبتشقى عشانهم وبتعمل كل حاجة عشانهم، كذلك ابوك وامك عملوا نفس اللي انت بتعمله، ممكن يكون اكتر وفي ظروف اسوأ وفي حياة اقل بكتير وفي حياة اصعب بكتير. عملوا قد كده 20 مرة عشانك، عشان يكبروك، عشان يبقى انت النهاردة عندك اولاد، عشان يبقى عندك بيت واولاد، او يبقى عندك بيت واولاد. واحيانا في بعض الناس بيبقى عنده اولاده افضل من ابوه وامه. طبعا النهارده احنا بنتكلم عن بر الوالدين مش الابناء، بس انا بدأت الموضوع بالابناء عشان الناس اللي مش فاهمة معنى الكلام كويس تفهم. وعشان الناس اللي لو كنا قلنا من البداية بر الوالدين هيقولك بر الوالدين احنا عارفينه، وناس اتكلمت كتير ويكبر دماغه وما يسمعش حاجة. لو بصيت الموضوع من المنطلق ده او من المنظور ده، الموضوع هيختلف تماما بالنسبة لك. حتى تقبل والدك ووالدتك لابوك وامك اي حاجة، هتسمح لهم بأي حاجة، هتلتمس لهم اعذار لأي حاجة، هتعمل عشانهم في الدنيا اي حاجة، حتى لو هتيجي على نفسك، حتى لو هتموت، لان هو ده اللي انت بتعمله مع اولادك. طيب، في ناس فهمت دلوقتي وفي ناس لسه ما فهمتش. اللي فهم اعتقد ان هو استوعب وحس الموضوع ده قدام ده، قارن ده بده. طب هل انت بتعمل مع والدك ووالدتك او ابوك وامك زي ما بتعمل مع اولادك ولا لا؟ هل يعني بتحاول تعمل ترضي ده زي ما بترضي ده، بتحاول تعمل كده، ولا الموضوع بعيد، ولا انت شايف ان انت بتعمل احسن من كده؟ ولو انت شايف انك بتعمل احسن من كده دي مشكلة، لان الكلام ده مش حقيقي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني هو أحسن إليك، ربك كويس حتى لو ده دوره، بس هو أحسن دوره. وده أنت راجل محترم، أو أنت ست محترمة، أو أنت حد كويس. لو هم ناس مش كويسين، لو هم ما أحسنوش إليك، مش هتطلع أنت كويس قولا واحدا يعني. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لازم أحسنت جزاك الله خير، يبقى بتبر والدك ووالدتك وحتى الكلمة ما تحاولش تأذيهم بالكلمة. يعني مش عارف اقول ايه للناس اللي لسه ما فهمتش، بس براحته ما يفهمش، بس توفيقك في حياتك ورضا عن نفسك ورضا لحياتك وسعادتك في حياتك وتوفيقك في شغلك وفي رزقك وفي كل حاجة، اساسي فيها رضا الوالدين. بر ابوك وامك، بر ابوك وامك زي
فبتبر أولادك. قارن الاتنين ببعض وصدقني هتلاقي نفسك مقصر قوي فوق ما انت متخيل. حاول على قد ما تقدر قبل فوات الأوان لحد من الاتنين عايش. خاب وخسر من أدرك أحد والديه ولم يدخله الجنة. بالك لو انت الاتنين عايشين، ولو الاتنين توفاه الله ليها حل تاني، ان انت تتصدق ليهم كتير. انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمنهم صدقة جارية، ومن ضمنهم ولد صالح يدعو له. الحاجتين الأساسيين دول اللي انت ممكن تعملهم، بر والدين بعد ما توفى. اللي ما فهمش الكلام لحد دلوقتي يعيد الكلام تاني ويسمعه مرة واتنين لحد ما يفهم، ولو ما فهمش يبقى بتاعته. دمتم على خير، سلام الله عليكم.